بقول لك في عروسه بتحب تميز نفسها، العروسه دي بتجيب جهازها منين؟ بتجيبه من الرحماني. هتقولي لي ليه؟ هقول لك بص كده معايا على طقم الكاسات ده، طقم كاسات بصينيه. بص عامل ازاي؟ بالله عليكي انت شفت الكاس ده في حلوان؟ ما شفتوش لسه في حلوان. الكاس دوت الرحماني يعتبر اول واحد يدخله حلوان. بص عامل ازاي؟ الكاس الطويل قوي والرفيع قوي من هنا. طب الطقم دوت طقم كاسات بصينيه، جايب لك صينيه عاديه، صينيه تقليديه؟ لا، ده انا جايب لك صينيه ستانلس. بالله عليك بص عامله ازاي؟ بص عامله ازاي؟ بص اليد بتاعها، بص مش مطبقه مش متنيه، مش فيها الحوارات اللي انت بتشوفيها في الصواني دي. تمام؟ طيب هتقولي لي يا رحماني هو ده بس اللي بيميزك؟ هقول لك انا بفضل الله بيميزني ان بجيب شغل اول مره يخش القاهره. على سبيل المثال الطقم دوت انت بتشوفيه في اعلانات الكومباوندات في رمضان. في رمضان كده بتشوفي ايه اعلانات. بص كده معلش، خش بص على يا باشا، انت بتقول لي ايه؟ بص طقم الكريستال عامل ازاي؟ ده طقم شربات كريستال. بالله عليك شفت الكرور دي في مكان؟ ديت لو رحت فيلا لو رحت قصر بتلاقي الحاجات دي هناك. بص عامله ازاي؟ طقم شربات بقاروره كريستال، كاس بوهيمي تشيكي اصلي. خدي بالك الرحماني بقى لما يقول لك تشيكي اصلي، سيبك من اللي يقول لك تشيكي وتلاقيه مش عارف ايه. وبصي كاس تشيكي اصلي ما فيهوش غلطه، ما فيهوش غلطه. بص كده، بص التميز. عايزك تشوف التميز هنا كده معلش، قرب معايا كده. انا كرحماني لما بجيب حاجه لازم انا اميز الزبون بتاعي. لازم يعني يبقى عنده حته مش موجوده، مش موجوده عند اي حد. هنفتح كده بص بالله عليك. بص طقم الكريستال، بص طقم الكريستال عامل ازاي. احنا بنوريك هنا في الرحماني نقله نوعيه. انا مش عارف ايه اللي تحتيه والله، كلها تحف فنيه. انا مش صعب ان انا اوريه لك بقى، ده صعب على الايه، على المشاهد. بص الله الله، بص كده. الناس اللي عايزه بقى تركيات جايب لكم شربات اهو، طقم يو. بص حرف يو، بص بيطلع كده. احنا بنطلع بالحظ، الطقم بيطلع. بص بالله عليك شوف انت الكلام بيقول ايه، شوف الكلام بيقول ايه في الرحمن. بص نطلع كده. طبعا انت بتيجي الرحماني بتلاقي سيلفر، بتلاقي ذهبي، بتلاقي ساده، بتلاقي حق. على سبيل المثال بص ده طقم كاسات اهو. بص كده، بص عامل ازاي. قرب عليه كده في العلبه. بص التفاصيل، بنديك تفاصيل. بص الكاس الامور، بص الكاس الاريزو، بص الكاس الويفي. بص شايف الكاسات، شايف العسلي. الله الله، بص بقى بالله عليك ده. شايف اللمعه دي؟ اللمعه ديت نادره جدا، نادره جدا يعني. عددها في مصر قليل، عددها في مصر قليل جدا. بص برضو هنا احنا كنا نفتح طقم شربات، خد بالك. بص كده بالله عليك، بص الطقم واخد ايه. هو طقم شربات. اول حاجه الكاس مقطع من فوق تمام، واخد عسل وواخد ايه، بلاتينيوم. شغل عالي 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 قوي. الناس هتفتكر ان انا فتحت دوت فهو مش حلو ابدا. بص عامل ازاي بالله عليك. شغل كلاسيك ده بتلاقيه في الفيلا الاصول. اي قصر رحتيه قبل كده، اي مكان رحتيه، ده طقم متكرر. بص يا باشا طقم متكرر فما فتحتوش. بص عامل ازاي. انت بتخش الرحماني لو عايزه 7000 شكل هفتح لك، عايزه اشكال زي ما انت تحب هفتح لك بفضل الله، واشكال ما شفتهاش عند حد. بص كده معلش، بص الكاسات الكريستال، بص الالوان الثلاثه لون، بص الشغل المختلف. انا عايز برضه اعرف الزبون حاجه، معلش كده. عايز اعرف الزبون حاجه، ان هم لما بياخدوا الكاسات من الرحماني ان هم بياخدوا ايه، الشغل جاي من المصنع. شغل يا باشا من المصنع، مش لف بقى ودار. بص الشغل عامل ازاي. الرحماني للزجاج، الرحماني للزجاج، يعني شغل جاي من المصنع على طول. يعني اللي بتحلمي بيه عند الرحماني هتلاقيه مستنيك.